يا قيوم. اللهم إنا نستحفظك ونستودع أدياننا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا والإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا، خصوصا الرحيم صاحب الحول الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصوله وفروعه، ثم صوب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله، إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي لنا وللمؤمن والمؤمنات والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا اللهم كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكري فاعلم أنه إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وياسين وما عملنا من عمل صالح في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم خصوصا إلى روح ما اجتمعنا هنا بسبب المغفور لها السيد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وذرياته ومشايخه ومن انتسب إليه. ثم خصوصا إلى روح الجد باه مهاجر باه لرستم باه حمد الله باه مزينة كي أحمد وشيري كي خالد كي مشهود مأسوبالي بني مسكوفة وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم. اللهم اجعل نورية الأعلى وسبعينهم. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بالقبر إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل
ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أقل الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك.
عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
لنا يا حبيبنا ولك الشفاعة يا رسول الله يا نبينا يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب نورنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه فيوم بلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم الله
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله وقد حضرنا مجمع القوم الكرام قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام مطالب والمرام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله نال كل ما تمنى عند هاتبك الخيام هاتبك الخيام وهزار الآس غدنا وسجع قمر الحمام قمر الحمام يا حبيبنا علي يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلاة وسلام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله
بني الإمام شايل الله شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام عطاياك الجسام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم
وصل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيض التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين. صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرداس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه. مما استفاضه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل التي يحسن الشمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. صلى الله وقد عليه. بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. صلى الله عليه. فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عندا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة ملة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل منذ السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من علف القفا إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والدهور بدأ الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وصد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. صلى الله وبرد عليه بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. وخلق سلطان من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير ما البدر آمين علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, majelis kita pada sore hari ini alhamdulillah kedatangan beberapa tamu, para habaib, para ulama, para asatid, bil khusus tetamu istimewa kita Al-Habib Salih Al-Hamid hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'u fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Seluruh para habaib yang hadir pada sore hari ini, Al-Faqir atas nama Majelis Maulid, Majelis Ta'lim wa Ta'lim di sore hari ini mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali ucapan jazakumullah ahsanal jaza kepada para habaib yang menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis kita. Mudah-mudahan kehadiran para habaib akan senantiasa terjalin hubungan kita fid din wa dunya wal akhirah, dan kelak kita di akhirat akan dikumpulkan oleh para habaib, para ulama, para satid, dan pada ujungnya kita insyaallah akan dituntun oleh mereka untuk bermusafahah, bersalaman langsung dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir memohon kepada Al-Habib Saleh untuk menyampaikan nasihat, taujihat, irsyadat kepada kami agar supaya kami menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. الحمد لله على ما خصنا، والحمد لله على ما أنعم علينا، والحمد لله على ما أكرمنا، والحمد لله على ما وفقنا، والحمد لله على ما أسبل علينا وأسبغ علينا من ظاهر النعم وباطنها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. الحمد لله ما كنا خير أمة إلا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما كنا خير أمة أخرجت للناس إلا ببعثة هذا النبي المقتفى المعلم الهادي البشير إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلقد جاءنا عليه الصلاة والسلام منقذا وبشيرا ونذيرا وداعيا. كان حريصا علينا، كان شفوقا بنا، بل كانت سيرته عليه الصلاة والسلام كلها منذ أن أعلن الله بروزه في الوجود فما هناك أفضل منه مولود عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فشؤون هذا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن حملت به السيدة الكريمة آمنة بنت وهب عجيبة وغريبة، وفيها من الألطاف وفيها من الرحمات وفيها من البشارات ما لا تحصره الدفاتر ولا تقيده الأقلام، لأن المتفضل أراد أن يبرز في هذا العالم صورة هذا الإنسان الكامل، وأراد أن ينقذ الأمة من جهالاتها ومن ظلاماتها ومما يعمد بغير حق في هذا الوجود، فهيأ في هذا الكون بروز هذا المولود عليه الصلاة والسلام. يقول في حديثه عليه الصلاة والسلام عن بعض شؤون ما حصل له من أثناء الولادة: إن أمي رأت وكذلك أمهات الأنبياء يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور بصرى في الشام. ساعة وضع الحبيب عليه الصلاة والسلام، ساعة أن خرج من بطن أمه وضع ساجدا عليه الصلاة والسلام، شاهدت أمه نور. النور ليس كنور السراج هذا الذي أمامنا، نور يخترق الجبال، يخترق الصحاري، يخترق الأشجار، حتى يصل مدى هذا النور وما تراه أمه ما يكون من مسافة شهرين. مسافة شهرين في بلاد الشام كانت تضربها أكباد الإبل بالقوافل لكي تصل إليها، شهرين متكاملين. لكن ساعة الوضع إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام، أمه تتجلى لها ما أمامها ويريها الله بعين بصرها قصور بصرى في الشام التي تبعد عن مكة مسافة شهرين بسير القوافل والجمال. وهذا من أعظم العلامات، بل إن من أعظم العلامات في تلك الساعة التي خر ساجدا عليه الصلاة والسلام فيها معلنا ورافعا إصبعه إلى السماء. في تلك الساعة كانت الشياطين تسترق أخبار السماء من الملائكة وتأتي بها إلى الكهان، لكن ساعة أن خرج النبي رميت بالشهب المحرقات، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ساعة وضع النبي عليه الصلاة والسلام هناك أصنام داخل الكعبة خارج الكعبة ظلت لمئات السنين يعبدها أهل قريش وأهل مكة ومن يأتي إلى الحج من غير الله باطلا،
وليس مما كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنفية السمحة، أدخلها من أدخلها إلى تلك البلاد وصارت تعبد بغير الله. ساعة وضع الحبيب عليه الصلاة والسلام تنكست. ليس هذا فحسب، نار في فارس يعبدها أهل فارس لا تنطفئ 1000 سنة 1000 عام، في تلك اللحظة انطفأت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خلق مختونا مقطوع السرة عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الليلة وفي تلك الساعة التي كانت قبيل الفجر صار الليل مثل الصباح. وافرح إذا قالوا لي الشهر هل ربيع الأول، ونعمك شهر ماله مثل، لأنه شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا يا ربنا بأن نعرف قدر هذا النبي الكريم، آمين يا رب العالمين. Al-Habib Soleh memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat besar, di mana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini, di mana kita dijadikan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kita ini mau menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam kehidupan kita, keluarga kita, hidayat, iman dan Islam, la tuhsuha, kita tidak bisa ngitung kenikmatan yang Allah beri. Satu nikmat kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini. Nahnu fi rahin wa raha wa hubulin wa istiraha, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisaha. Nahnu fi rahatin wa raha, kita ini dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, ketika Allah Ta'ala jadikan kita termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjadi umat yang terbaik. Kita menjadi umat yang terbaik, yang paling unggul nomor satu itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat dari umat-umat yang terdahulu. Itu semua terjadi berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala basyiran wa nadhiran raufan rahiman. Rasulullah itu diutus sama Allah memberi kabar bahagia. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nadhir, memberi peringatan, hati-hati maksiat, karena maksiat bisa menyebabkan manusia masuk kepada neraka. Raufan, Rasulullah itu tawadhu sama umatnya, baik hati, murah hati. Jadi Rasulullah itu baik hati, tidak bingung apa-apa. Jadi kalau Rasulullah datang, umatnya saat itu, sahabat itu tidak bingung mau nyugui apa, mau ngasih apa. Tidak, Rasulullah itu raufan rahimun, maha penyayang. Rasulullah SAW itu mempunyai keistimewaan yang lebih banyak, yang lebih dahsyat dari yang nabi-nabi sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Siti Aminah ibunya Rasulullah SAW menceritakan, ketika Rasulullah dilahirkan, adha'a lahu nuran ila syam, ya, itu terang, keluar cahaya, yakni Rasulullah itu waktu dilahirkan, bumi ini menjadi terang sampai melihat Gusyur Syam, istana ada di Syam. Antara tempat lahirnya Rasulullah ke Syam itu, kalau naik onta kurang lebih 2 bulan perjalanannya kurang lebih 2 bulan. Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itu Allah Ta'ala berikan cahaya waktu lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir kapan? Sebelum fajar, di waktu petang. Allah Ta'ala keluarkan cahaya ini uminya bisa melihat Gusyur Syam, istana-istana, bangunan-bangunan tinggi yang di daerah Syam. Padahal orang kalau naik onta dari Mekah ke Syam itu kurang lebih perjalanannya 2 bulan. 2 bulan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu lahirnya Nabi Muhammad itu kejadiannya istimewa. Sampai dibilang, ya, antara ulama bilang paling afdalnya malam itu malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad itu dilahirkan tidak sama kayak orang. Rasulullah lahir keluar dari perut ibunya dalam keadaan sajidan. Rasulullah itu dalam keadaan sujud. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kharra sajidan. Rasulullah itu sujud, tidak terkena kotoran, tidak ada kotoran. Jadi kalau kita ini campur air ketuban, campur sama yang lain, Nabi Muhammad itu lahir bersih, bagaikan bayi yang baru dimandii. Bagaikan bayi yang baru dimandii. Kemudian setelah Rasulullah itu sujud, Rasulullah itu ngangkat kepalanya, ngelihat ke langit sambil ngasih isyarat tangannya ke langit. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, setan itu zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, dia bisa nguping ya. Bisa nguping kabar yang ada di langit. Nanti dikasih kabar kepada kuhan, peramal-peramal, tukang ramal yang ada di sana nanti dikasih kabar. Jadi lebih mantap ya. Orang dulu itu perjinannya lebih mantap. Tapi ketika lahirnya Rasulullah SAW itu dilempar ya. Dilempar kayak apa syuhubul muhriqat ya. Kayak batu yang membakar gitu. Kayak ibarat batu yang sampai setan ini tidak bisa dengar lagi yang di langit. Warhasil waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam segala hal kekufuran ini hancur. Diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Ka'bah itu, di dalam Ka'bah, di Ka'bah itu ada beberapa berhala. Ada yang ngomong 300 berhala, ada yang ngomong 360 berhala. Yani ala aqwal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, berhala-berhala ini, patung-patung yang sesembahan itu jatuh tersungkur. Jatuh semua ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, orang Persia saat itu menyembah api. Orang Persia itu sesembahannya adalah api. Api ini dijaga 24 jam, tidak pernah mati selama 1000 tahun. Api ini tidak pernah mati, dijaga selama 1000 tahun, turun menurun. Ketika lahirnya Rasulullah SAW, api ini langsung padam. Padam seketika ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan makhtunan, makhulan, maqtu'as surrah. Rasulullah itu dalam keadaan makhtun, sudah tersunat. Nabi Muhammad itu lahir sudah disunat, makhulan, bercelak ya, kayak anak yang baru dimandii. Maqtu'as surrah, tali pusarnya sudah terputus. Tali putrinya Rasulullah SAW sudah terputus. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمل النور النواحي عما كل الكون أجمع. معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم. معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم. يا مرحبا شهر رحماته علينا عموم. شهر ربيع الأول في قلب كل مؤمن له مكان، وفي قلب كل مصدق ومتبع لخير الأنام فرح وزجل يعبر عنه ويترجمه امتثالا لقول الله بالصلاة وعقد هذه السيرة العطرة والمجالس المباركة، ممتثلا قول لربه سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسيرته عليه الصلاة والسلام ساعة ولادته وطفولته ورضاعه وما كان فيها، ثم نشأته، ثم عندما كان قبل أن يمارس التجارة وقفة لنا يا معشر الشباب. رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يفعل أفعال أهل الغفلة ولا أهل الطغيان ولا أهل الفساد. لم يسجد ولا الشرك، لم يسجد لصنم، لم يشرب خمرا عليه الصلاة والسلام. ذهب به بعض الشباب ذات مرة يريدون أن يظهرون شيئا من مسامر اللهو في مكة، ولأنه مرعي من قبل الله حفظه الله من أفعال الجاهلية. عندما جلس من بعد أن ضغط عليه أو الشباب ألحوا عليه بالحضور ذهب معهم حياء وجلس، وعندما أراد أهل اللهو أن يبدأون بلهوهم سلط الله على حبيبكم محمد النوم
حتى أيقظته الشمس. منذ أن كان صغيرا لم يفعل أفعال أهل الجاهلية، وهذه ميزة ليست لأي إنسان، بشرا ليس كالبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. منذ أن كان في شبابه بماذا كان يلقبه أهل مكة؟ كلنا نعرف عندما ندرس المدارس سيرة النبي كان يلقب بماذا؟ بالصادق الأمين. هؤلاء الذين يعبدون أصنام ويشربون الخمور لا يجدون إذا أرادوا أن يضعون أماناتهم وأموالهم أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضعون أموالهم لأنهم يعلمون أنه الصادق الأمين. فنشأ على أخلاق الرجال سجية، فعنده الوصف الجميل كملا. كل وصف جميل وكل خلق جميل فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الجميل متصف به. كيف له إذ قال ربي فيه وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن رسالته عليه الصلاة والسلام هي رسالة الأخلاق. ماذا قال في حديثه؟ قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. نفسي لك الفداء يا رسول الله، جئتنا رحمة مهداة ونعمة مسداة، وأبدلت هذا العالم بعد أن كان يأكل القوي الضعيف وتؤد البنت من غير وجه حق وأفعال الجاهلية والظلام الدامس. جئت كالشمس التي تشرق على الوجود بالعدالة وبالخير وبالرحمة وبالفضل، وبهذا الدين الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. وعندما نزل عليه الوحي وقد تهيأ لأن يعبد الأيام والليال على دين سيدنا إبراهيم في غار حراء ويجلس بالأيام والليال، جاءه الوحي والرسالة بقوله اقرأ. فكان في البداية أن يقول ما أنا بقارئ، والقصة مشهورة نعرفها، يعلمون إياها ونقرأها في موالدنا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن ضمه كرر عليه ضمه الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا أتى الإعلام من الله أن يا محمد الآن كل هذا الذي مررت به عبارة عن ترتيب وتدريب وتهيئة لك حتى تكون إمام ونبي آخر هذا الزمان الذي قال فيك الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن أحب هذا النبي واتبع هذا النبي، أحيانا على الإيمان به ومتابعته، وأماتنا على الإيمان به وطلب مرافقته في الجنة. فإنه يوم القيامة يشرد الضعيف، يشرد كل الناس وتشتد الويلات على الناس، فما يكون إلا من محمد أن يقول أنا لها. اللهم اكرمنا بشفاعته وأمتنا على ملته، ولا تخلف منا صغيرا ولا كبيرا يا رب العالمين إلا ونحن يا رب العالمين على كمال الإيمان وعلى كمال المتابعة وعلى كمال المحبة وعلى كمال طلب المرافقة والموافقة له. فإنه يوم القيامة يفر المرء من أخيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الساعة يقول أنا لها. اللهم اكرمنا بشفاعته واجعلنا ممن يرد على حوضه ويشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، نحن وآباؤنا وإخواننا ورجالنا ونساؤنا وكل عبد يقول لا إله إلا الله. أكرمنا بها يا رب عند الوفاة واجعلها آخر كلامنا، واجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال العلماء تتحقق الرؤيا حتى عند سكرات الموت قبل أن ينتقل. اللهم أكرمنا يا رب برؤيته يقظة ومناما في عافية وسلامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Naam, karena itu kita kumpul ada di majelis ini ma'anal farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita berbahagia
dengan sebab Rasulullah SAW. Semoga kebahagiaan kita kepada Nabi Muhammad ini terus langgeng ya, dibawa kecintaan ini sampai akhir hayat kita. Orang yang cinta kepada Rasulullah itu mewujudkan cintanya itu macam-macam ya, dengan membaca sirahnya, kumpul membaca maulid. Insyaallah ini tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini melakukan atas perintah Allah taala, qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakan dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab fadlullah dan rahmatnya Allah kita berbahagia. Kita sekarang berbahagia ada di majelis ini karena kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warhasil ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari masa kecilnya sampai tumbuh mulai besar, sampai dewasa dan sampai diutus, itu ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita yang sangat mulia ya. Cerita yang sangat mulia. Rasulullah itu dari sebelum diutus la yaf'alu qabihan. Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Rasulullah itu tidak pernah minum khamar, tidak pernah sujud atau menyembah kepada berhala dan yang lain-lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperhatikan sama Allah subhanahu wa taala. Dan saya. Naam. Hingga diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah waktu mengembala kambing, orang-orang musyrik ini dia punya acara kalau tidak salah acara pernikahan. Di dalam acara ini ada melakukan hal-hal yang af'alul jahiliyah, kelakuan-kelakuan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, lagu-lagu atau apa ya, lagu-lagu yang tidak baik. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengarkan ini, Allah Ta'ala buat Rasulullah ini mengantuk sampai tidur. Rasulullah tidak bangun kecuali acara ini sudah selesai, sehingga Rasulullah tidak termasuk orang yang mendengarkan atau orang yang hadir kepada hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak pernah la yaf'alu wa la yaqulu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak pernah melakukan dan berkata dari sebelum diutus sampai wafatnya kecuali hal-hal yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah itu sebelum diutus sebutannya siapa? As-Shadiqul Amin. Orang yang jujur, orang yang amanat. Rasulullah itu jujur dan amanat. Bahkan sebelum Rasulullah itu diutus, orang-orang Arab itu tetangganya Nabi Muhammad kalau punya harta yang berharga takut dicuri, takut hilang, titipnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah itu siratuhu, perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu visi dan misinya mengajarkan kepada umat akhlak yang mulia. Karena itu kita patut berterima kasih kepada Rasulullah. Dulu itu putrinya orang perempuan itu di Arab itu dikawin semena-mena. Itu dianggap hanya tempat pelampiasan syahwat. Perempuan zaman dulu dianggap pelampiasan syahwat. Sampai orang Arab itu kalau punya anak perempuan takut dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Tapi berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus sama Allah subhanahu wa taala, akhirnya berubah kehidupan ini. Semua sama Rasulullah diajari dengan akhlak, baik rumah tangga, baik kehidupan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum diutus, Rasulullah itu khalwat untuk mensucikan dirinya ada di Gua Hira namanya. Nabi Muhammad ada di Gua Hira dan pertama kali firman Allah itu diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad bismi rabbik, dengan nama Tuhan kamu alladzi khalaq, yang menciptakan kamu, ila akhir surah. Warhasil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus membawa rahmat bagi semua makhluk.
Nanti kalau kita ini mati, kita di akhirat, tidak ada yang bisa kita andalkan di akhirat. Bukan ibadahnya kita, bukan sholatnya kita, bukan ibadahnya kita. Yang kita andalkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau hadir maulid, kalau hadir acara yang ta'zim, agungkan majelis ini. Kalau sampeyan ini mau hadir orkes gandeng-gandengan ya, mau orkes mandi dulu, maulid kepet-kepet. Maulidnya kepet ya, maulidnya kepet-kepet. Dan nanti kalau di akhirat itu minta syafaatnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, walaupun dalam keadaan sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala zaifihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amal fata'udu dafira wa ala babi izzatihi tuhatur rihal fatashaha minhul fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi amad risalatuhul alamin. An tusalli wa tusallim ala tilka datil kamilah مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحزين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره
وعم ببركاته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بذاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس المحبين وإلى حضرة النبي. فاتحة.